فعلى كلام ابو مروان على كم ابو حمدان اسف على كم يتحرك اللاعب داخل الملعب. استغفر الله انا اسف ترى اوكي بس سبحان الله طلعت يزعل حمدان بعدين ترى. الله يخلي لك ان شاء الله. الله يخلي حمدان الله يخليك ان شاء الله. وين يجي مروان؟ استغفر الله. فعلى كثر ما طيب خلينا عندك ابو حمدان، هل ما زلت عند رايك؟ انت في البدايه تغنيت بالمنتخب الاوزبكي. نعم. لما تغنى قلت انه حيكون مؤهل على المجموعه 100%. هل ما زلت عند رايك حتى بعد مباراه اليوم؟ طبعا المنتخب الاوزبكي الان وصل إيه؟ او يعني هل وصل الى يعني انا اعتقد المرحله ما يتعداها ولا ما زلت تراهن يعني عليه؟ حد دور الاربعه يمكن اتصور انه في دور الاربعه. هو ما ادري من اللي يقابل بالضبط. كان اعتقد يقابل الفايز من العراق واستراليا. بيلعب مع الفايز من العراق طريقه ممهده اعتقد. يعني برضه حتى العراق استراليا قوي صراحه يعني. كاس العالم في 2022 في قطر شاهد الكلام انه ترجع مروان. لا اقول 60% يمكن. اللي ما فازوا باللقب الى الان استراليا واوزبكستان فقط. فنتوقع ابو عبد العزيز ما سكت من الضحك من المره الاولى. اعطى الكاميرا عليهم هجمه مرتده دي. نتوقع بطل جديد ابو عبد العزيز. انا اليابان يعني ما نتوقع بطل جديد ها؟ لا بس لما قلت ابو مروان قال انا متحمس واثق يعني عرفت ما ادري اني شتلت غلطت بعدين ابو حمدان والف نعم والله. كيفك ابو مروان؟ لا ابو حمدان الحقيقه اخو عزيز واعتز فيه ومعليش ترى هذه طلعت يعني. لا بالعكس يا اخي لا متحمس وانا قايله يعني كاني واثق يعني عرفت. والله كان كلامك حلو بس انك طلعت عاد هذا اللي خربتها وبعدين ذا ما خلاني صراحه. حتى والله نسيت الموضوع. اقول لو اليابان يلعب ضد استراليا بيبهدلون الاستراليين في البساطه السريعه صراحه. ليه؟ لان عندهم ثقل وتحس ان هاي ولكن يظل ثقافتهم افضل مني في مباراه زي هذه حساسه خروج مغلوب سيلعبون باسلوب مختلف عن يتكلمون انجليزي بعد. يتكلمون انجليزي نعم. يتكلمون وش ذا الثقافه؟ لا ثقافه داخل الملعب. يلعبون في الدوري الانجليزي. ذبحتونا ذا الثقافه. ثقافه داخل الملعب توزيع الجهد تحرك. وقف ايوه يتكلمون انجليزي استرالي. يتكلمون انجليزي يعني انا اشوف اكثر يعني استاذ احمد اخونا عزيز. انت اخو عزيز واتقبل طبعا كلامك وان شاء الله بس ما تزعل مني لكن هذا بس مجرد راي فقط. لو تابعتهم شوف شو اسمه البلاي ستيشن وكانك تشوف بلاي ستيشن قدامك صح ولا لا؟ صح. نفس الحركات اللي يسوونها انا شوف انا اتوقع انه بلاي ستيشن هذا مدخلينه في فكر اللاعب الياباني. حتى انه يسوي شوف حتى انه يسوي طريقة الباص اللي هو يلعب الباص في وسط الملعب وجنبه لاعبين الا ان شوف الكنترول اذا اراد انه يستلمها وشوف الباص السريع لما يرجعها للاعب الثاني. وشفنا الهدف المنتخب الياباني في اللاعب السعودي. يا ابو مروان ابو حمدان حلها. الاختلاف الراي لا يفسد القضيه لانه موهوب يوسف. انا احترم كلامه لانه موهوب ويتكلم انه ما يعترف الاشياء هذه. هو من جوا الملعب مثقف. انا ماني مثقف. تاج راسه. كيف ابو عبد العزيز؟ انا ماني مثقف. هو من النوع اللي يزعل يا يوسف. ايش اللي يا اخي مو لازم ازعل زي ما قال اثار احمد في الاول لكن انك تتمسك يسمونها في علم النفس عوامه. اي نعم. طلع ثقافه وعوامل. قول له خرجنا يطلعوه اي يقتنع نقول في ثقافه كرويه يقول لا ما في. لا ما في ثقافه ما في فكر شيء مدرب موجود يزرع التكتيك. انا ثقافتك اليوم ما عندك احد. انت ساقط في الحضيض. في الحضيض. انا اقول لك في الثقافه في يعني يطلع اللاعب ملعب يقول له وين ثقافتك يعني. اي والله ماشي ثقافتك ما قدم ما استفدنا كل يوم مضبوطه. ثقافتك اليوم من مضبوطه. هبط مستوى ثقافتك. والله ولا وين اللاعب المثقف. اسمح لي بنقطه زميلنا ناصر الحسيمي خالد الكنترول يقول يعني قل لي يوسف ثقافه الكره اللي انت قلتها مثلا اللي انت تحدثت فيه قبل كذا يو لوز ذا بول يو ماست تو جيت
هذه تعتبر ثقافه لاعب يعني؟ لا لا هي ثقافه طيب. أبداً. انا تفضل يمكن يا لاحظنا لا يعني لا يسرق اللي قلته بس. لحظه فهد، لحظه خالد، معليش. من يطلع كلمه ثقافه؟ هم الصحفيين اخواننا الصحفيين؟ احمد يشوف. احمد يشوف. احمد يشوف. طيب يا ابو عبد العزيز سؤال بس، الان اللاعب اللي منضبط ينام بدري هذا ما حيفلح. بس دقيقه ليش ابو عبد العزيز؟ مو عندنا لعيبه كثير يعني في السابق ينوم بدري واول من يتنسق صراحه الصدق والله هذا الحقيقه. من وين اسمه اول واحد ها؟ من وين يتنسق؟ بس اوصل لك الفكره. من وين يتنسق؟ لحظه ابو حمد، تفضل. والله جميل. هذا من وين يتنسق؟ يتنسق. انا اسال خالد ينومون بدري وكذا وبعدين ولبسوا كل شيء. قبل بدايه البطوله افشكوا بيتكم. تلقى برا المنتخب. ثقافته كرويه محدوده. دقيقه ابو عبد لا. العزيز، ابو عبد العزيز، عنده ثقافه خفيفه. ايوه ما في. ابو عبد العزيز اللاعب المنضبط، ولو ما قالوا قال مثقف ابو مروان كان بالمحيط الكامل. بتفق معه، بس عشان قال ابو مروان ماني لا 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 أنا برضو اعتذر لك مره ثانيه ترى ما في شيء. هي راحت كذا. انا استفيد ما والله، عندي استفيد شيء. من الجميع، استفيد من لا عطى ابو عبد العزيز عشان ما عندي شيء زعلني في هذا. انا عطنا خلاص. سالفه اللي تقولها عن ابو عبد العزيز يا خالد. لا ولا اكلم اليوسف اقول له نحن نتعشى، قلت له هي ما هي مو مثل، بس في حاجه حصلت في السابق تموت ضحك. اي بس انت تقول ترى قديمه، انت قايل انها قديمه. لا هذه على طاري لعيبه يعني لعيبتنا ولعيبه منتخب ونفتخر فيهم صراحه يعني. من اول من حقق يعني كاس اسيا 84 وكان على مستوى الانديه يعني من ضمنهم الكابتن الكبير صالح خليفه والكابتن الكبير عدنان عبد الشكور، فكان في مباراه بين الاتفاق الله يمسيهم بالخير كلهم. يمسيهم بالخير ان شاء الله. وهذه اخذتها على لسان حبيبنا وزميلنا بندر الجار الله، وكان موجود معاهم ما شاء الله فيقول في مباراه الله اعلم هي بين احد والاتفاق الوحده والاتفاق الله اعلم. المدار صالح خليفه والله من هناك، وما شاء الله كان معروف بمهارته. المهم جاء عند الاول والله واخذه. المهم لاعب الوسط يا عدنان ترى الرجال جاء قال سيبه يا ابو تعشيقه، ويوم يجي عنده يعشق ويروح. حلو. والله كان استاذ صالح خليفه. استاذ بانت السيقان. ها بدون سكر مره. اهلا. اكل كم. اهو بدا معاك على الخط اليوم ما فيش. الدوحه كلها تحييك. اوه مسعد ما كان ايه هذيك عشان ما قلت لك انه هو مسعد. تترجون هنا العالم ضحك هناك صايدينكم. مربع واحد يدي شوف. من يوم ذي تحمر ذي اللي فوق اعرف انه في تصوير. لا يصيدون بدون تحمير ترى. اي عشان كذا لا بالعكس لازم تولى. الكوريين حقت التقليد الكوري ذا صراحه والله كنا في بحر احنا. بس جبتها صح. كاميرا خفيه. الله يحفظه، سلم عليه سلام كثير. سلم عليه سلام كثير. الله يسلمك ان شاء الله، خليه يتكلم. والعذر السموحه لا كان. بالعكس يا اخي لا صالح خير. حتى على فكره لما ترى على نخلص فكره انا بس ابغى عنده في كلمه الثقافه ذا، بس تخلني انا اكبر الموضوع وكذا. ولا انت مقتنع؟ ولا انا مقتنع في الثقافه، ولو انه بس انا ما ودي المفردة نفسها. المفرده ما ابغاها يسمعها طبعا. نعم يفكرونها شيء ثاني. هذا هو بعدين يصعبون الامور وكذا. انا بالنسبه لي واضح كلامك بالاساس. وصلني المسج والله مصر. ولا استاذ احمد اخو عزيز وما يجمل. لما نخلص ايضا اوكلوك تعتبر من جزء من الثقافه. لما نخلص اوكلوك تعتبر جزء من جزء من الثقافه. ثقافه البرنامج. بالضبط. هي صارت كلوك. ها؟ قول له اكزاكتلي. ايوه بالضبط.